السلام عليكم متابعين أصدقاء طيبين، شلونكم؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله الكل بخير. رجعت لكم فيديو جديد، أخوكم الشيف محمد سعد. إخواني الكل يطلبون من عندي مقادير شرك أهل الأفران اللي مرات أكو بيهم ما يعرفون يعني يشتغلون شرك. جبتلكم طريقة الشرك نزلتها بهذا الفيديو من بداية العجين إلى نهايته. إخواني خليت 4 كيلوات شكر، هاي نص كيس طحين، 4 كيلوات شكر، المي حسب الطحين مالتكم. وهاي الخمرة ذبيتها فوق الطحين 250 غرام، 4 كيلوات شكر، المي حسب يعني تخلون فد 4 دوركات، 5 كبار، 6. نشغل العجانة تشوفون الخمرة فوق الطحين ونشغل العجانة. هنا العجين عندي دا يتلابس مثل ما تشوفون، أقل شي ياخذ فد 10 دقايق ربع ساعة يتلابس يسحق زين. اخواني بقيت شغلة الحليب هاي اضافية من يومكم، اذا تحبون حبة سودة، اذا تشوفون العجين دبق شوية خلوا له زيت. انا هذين كلهم ما اضيف، لا حليب اخلي ولا حبة سودة اخلي، هاي شغلات اضافية اذا تحبون انتم خلوها، تنطي طعم وتنطي نكهة حلوة. هنا طفيت العجانة كمان العجين اللي تشوفونه، هاي العجين صعدته فوق التختة بدون ما نغطيه طبعا، ولان الجو هسه على وجه الصيف المي يتفضل بارد. راح نبلش اقص لكم، هاي يسمونها الاس، نوعية مات شرك. وزن الشنقة تقريبا هاي اللي اخذها تقريبا 75 غرام، من 75 غرام واللي فوق انتم صعدوا يعني لا اقل. ناخذ السير نطوله هيجي، وهسه راح اشوفكم شلون نخليه بالسمسم. طبعا السمسم بيشكر شوية، يعني اذا نخلي فد 3 كيلوات 4 سمسم شاف شكر نخليه لا على مود ينطي لون. تشوفون هاي نخليها مثل اس هيجي، هاي نوعية مات شرك تشوفونها. اتمنى واضحة تشوفونها قدامكم. هاي نوعية طبعا نقصها، وهاي نوعية ثانية اللي هي الضفيرة، نوعية مات شرك. هاي ناخذ نفس العجين الوزن مال ديك الاس، نطولها نسويها ضفيرة بهذا الشكل اللي تشوفون. المقادير طبعا تقدرون تقسمونها اذا تدون ربع كيس، وتقدرون تزيدونها اذا تدون 3/4 كيس. هذي تشوفونها، هذا شكلها بالسمسم وهذا شكلها بالطاولة. طبعا تقدرون تخلون حلقومة صغيرة ببدايتها وبنهايتها من هناك، حلقومة صغيرة تعطيها فد يعني شكل صغير. هاي التركاية اللفة الثانية مثل ما تشوفون، هاي كلها نفس السير مال الاس ذاك اللي بالبداية، نفس السير مال الضفيرة مثل ما تشوفون. هاي اللف ناخذها نطولها هيجي، هاي نوعية ثانية. هاي شكلها نخلي لها حلقومة فوقه. هاي اللي دائرة نقصها، هاي الترك مدور، هاي بدون حلقوم بيه، يعني ما نخلي حلقوم لا بالنص ولا شي. هذا شكلها بالطاولة مثل ما تشوفون. هاي الكريستينا هم بالسمسم مثل أصابع مال الكعك، كعكة بالسمسم نفس الأصابع نفس القصة مالتها تقريبا. إن شاء الله واضح قدامكم. ناخذ عجينة شوية نسويها بهذا الطول،
نخليها بالسمسم، هذا شكلها بالسمسم، نصفطها بالطاولة. ان شاء الله واضح قدامكم. راح نرجع نقص ابو الحلقوم القطع، الشريط هذا نسميه. ناخذ عجين شوية هواية، نطولها نسويها سير طويل ونخليها بالصينية مثل ما تشوفون. خليناها بالصينية هيجي، نبلش نقطعها. هاي تردون تخلون على الوجه السمسم او ما تردون انتو بكيفكم، بس احلى يعني تخلوا لها سمسم شوية. شلون نضربها بالفرشة من فوق بالماي، شوية مي يعني بس على مود السمسم يلزق بيها. وهذا شرك ابو الحلقوم، طبعا وزن الشنقة 80-90 غرام، يعني مثل ما تشوفونها. ناخذ الشنقة نفتحها هيجي ونخلي الحلقوم بيها ونلفها، نقطعها فد 4 قطع من النص ونكبسها. هاي السلعة بالخمارة هسه تقريبا لاحقة، هاي الضفيرة لاحقة، هذا شكلها تشوفون السلعة هيك شكلها كلها. نخبزها النوم. درجة حرارة الفرن 250 فوق و230 جوا. وهذا شكل السلعة لما طلعت من الفرن. وتحياتي لكم، أخوكم الشيف محمد سعد. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة، أكون ممنون منكم. راح أخليكم حساب الانستغرام، اللي يحب يضيفني أهلا وسهلا بيه. اللي عنده سؤال استفسار خليه يراسلنا بالخدمة. تشوفون هاي السلعة قدامكم. إن شاء الله أشوفكم فيديو ثاني. تحياتي لكم، مع السلامة.